من رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأمته أنه لم يترك أي مجال للزنا مهما كان ضئيلا إلا نهى عنه بل وعالجه. لذلك فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يمس يد امرأة من غير محارمه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. رواه الإمام مالك. وقد ثبت علميا أن سطح الجلد عند الإنسان يحوي ملايين الخلايا التي تنقل الأحاسيس إلى الدماغ، فإذا لامست يد الرجل يد المرأة بدأت الإشارات الناتجة عن الملامسة تجري باتجاه الدماغ، حيث يقوم بتحليلها وربطها مع صاحب أو صاحبة اليد. وعندما تتكرر هذه العملية فإن الدماغ يخزن هذه المعلومات بشكل يحرك عاطفة الرجل أو المرأة، مما يترك تأثيرا وانفعالات نفسية تبقى مخزنة لفترات طويلة. إن الانفعالات النفسية المتعلقة بمصافحة النساء للرجال والعكس قد تتطور وتثير الغرائز الكامنة لدى الجنسين، مما يدفع إلى مزيد من الانفعالات العاطفية، والتي قد تكون سببا في تطور العلاقة بين الجنسين، مما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. وعلى أقل تقدير قد تسبب المصافحة المتكررة بين الرجل والمرأة، وقد يسبب الاختلاط المتكرر بينهما تشويش الذهن وتأثر عملية اتخاذ القرارات عند الطرفين. ولو تأملنا ما يحدث اليوم من جرائم اغتصاب وشذوذ جنسي وزنا محارم، نجد أنه يمكن علاج هذه المشاكل المستعصية ببساطة من خلال اتخاذ إجراءات محددة، مثل تجنب النظر إلى ما حرم الله، وتجنب الاختلاط غير المشروع بين الجنسين، وتجنب لمس النساء. وهكذا عالج الإسلام هذا الخلل الكبير من جذوره ولم يتركه يتطور. ولذلك نجد أقل نسبة للإصابة بالأمراض الجنسية في العالم الإسلامي بسبب هذه التعاليم الحكيمة. ولو درسنا حالة كل من يطبق تعاليم الإسلام فإننا لا نكاد نجد إصابة واحدة بمرض جنسي، وهذا يدل على قوة الإسلام وتعاليمه، وهذا من أسرار الانتشار السريع للإسلام. والإسلام يريد من المؤمن أن يكون صافي الذهن وفي حالة مستقرة وذا قلب مطمئن. لذلك نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرقى بالمؤمن إلى درجات عالية من النقاء والطهارة والعفاف، حتى على مستوى النظرة لم ينسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. لكم منا كل التحية والاحترام. فريق عمل قناة المجلة.